سلام بنات، كي دايرين؟ لبس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو اليوم 21 من رمضان ان شاء الله، اللي غادي نقدم معكم فيه افطار صراحة يعني سبيسيال. غادي نوجد معكم السوشي بجوج ديال الطرق اللي كيجي رائع بزاف، خطير وباسهل طريقة ممكن توجدوا بها لي سوشي ديالكم. وطبعا غادي نرافقوا لكم مع جوج ديال لي صوص اللي هما كيجيو رائعين وكيزيدوا واحد البنه للسوشي اللي كتكون خطيره بزاف. من اليوم ان شاء الله غادي تبداو ديروه غير في الدار وما غاديش تحتاجوا باقي تشريوه من المطاعم، لانه فعلا هاد السوشي هذا احسن بكثير من اللي كيتشرى من برا. اسمعوا معايا مزيان، التقرميشه ديالو هنايا راه كيجي خطير بزاف. طبعا باش نوجدوا الوصفه ديالنا خصنا نخرجوا نتقداو. شوفوا معايا هنايا راه صورت لكم شويه الجو كي داير برا، الجو زوين صراحه. يلا تحت الشتاء ومن بعد حبسات، يعني يلا داك الجو كيكون زوين باش نتمشاو فيه. هنايا طبعا مع الصاك ديالي العجيب اللي ديما مرافق ديالي في التقضيه. غنمشيو باش نتقداو. اول حاجه خديت هو هاد ورق النوري اللي غادي نحتاجوه في لي سوشي. صافي، وغندور هنايا ناخد شي حاجات. غناخد الفرماج حتى هو اللي غادي ندهن به. طبعا الفرماج اللي ديما كنشارك معكم ديما وقت ما تقديت كناخد نفس الفرماج، صراحه كيجي بنين وزوين. صافي، وشي حاجات اخرين غادي نشاركهم معكم دابا ملي دخلت للدار. هنايا راه عندي يعني واحد المفاجاه ليا صراحه، غادي نشاركها معكم من بعد. خديت لا شابلور حيت غادي نحتاجها باش نقلي لي سوشي. عندي داك ورق النوري، الفرماج، عندي هذا الجبن الابيض حتى هو غادي نستعملو في لي صوص. وجبت حتى الكوك اللي غادي ندير معكم به غندير معكم به واحد الحلوه ديال العيد ان شاء الله. صافي، هذه هي راه المفاجاه اللي قلت لكم، هي وريتها لكم في الفيديو وغادي نستعملوها او غادي نجربوها يعني مع بعضياتنا في الاخر ديال الفيديو. فقط تبعوا الفيديو وغادي تشوفوا واش غنديروا به. صافي، هنا اول حاجه غنديرها غادي نغسل الروز. ديجا الروز عندي، كناخذوا هذا الروز المكركب هذا ولا غناخذوا يعني الروز الخاص بالسوشي. غادي نغسلوه مزيان مزيان واحد 5 المرات حتى ما يبقاش فيه نشا. صافي، وغادي نديروه يطيب. صافي، ملي كيطيب مزيان مزيان غادي ناخذ واحد 4 كاس ديال الخل وغنضيف عليه معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نضيفهم على داك الروز ونخلط مزيان. طبعا من الاحسن نستعملوا يعني الخل اللي كيتستعمل للسوشي، انا ما عنديش صراحه ودرت الخل العادي. هنايا عندي خيزو اللي قطعته طويل، عندي الخيار، شويه ديال لافوكا، عندي حتى شويه ديال لي كروفيت اللي هكايا شحرتهم غير في شويه ديال الزيت البلديه مع البزار والثومه بودغ وشويه ديال الملحه. عندي ايضا صومون فيمي اللي غادي نحتاجو حتى هو في هذه الوصفه. وعندي علبه ديال الطون. عندي هنايا بمطيشه فغنحيد ليه ديك المطيشه ديالو. يعني عاد غادي نستعملو. الا عندكم نتوما غير طون ناتور غيكون احسن نستعملوه ديريكت. صافي، هنا حيت ما عنديش الحصيره ديال السوشي غادي يعني نشارك معكم هاد لاستيوس. كناخذ السلوفان كندير 3 طبقات يكونوا قد بعضياتهم. صافي، باش نتحكم فيهم، وهو اللي غنشكلوا عليه السوشي ديالنا. يعني واخا ما تكونش عندكم الحصيره ديال السوشي يعني تقدروا ديروه بلا بها. انا دائما كنديرو صراحه بلا الحصيره ديال السوشي. كناخذ هذا ورق النوري هذا دائما ديك يعني الجهه اللي حرشه هي اللي كنديروا عليها الروز، والجهه اللي رطبه كتكون برا. كنستعنوا بالماء كندهنوا به يدينا باش ما يلتصقش لينا الروز في يدينا. صافي، وغادي نبقى نسرح الروز على هاد ورق النوري بهذه الطريقه بالاستعانه طبعا بالماء. اللي كتعجبو الطبقه ديال الروز تكون غليظه يديرها غليظه، اللي ما كتعجبوش يديرها رقيقه. هنا كيبقى الاختيار صراحه، كل واحد كيدير داكشي يعني اللي كيعجبو. صافي، كنسرحها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا مزيان وكنقربها للجوانب. هنا راه غادي نشارك معكم تقريبا 3 ديال الطرق ديال اللي كنصايبوا به، اللي كنروليو به هاد لي سوشي ديالنا. من بعد ما سرحنا الروز غادي ندهنهم بداك الفرماج اللي خدينا.
نتوما تقدروا ديروا المايونيز، تقدروا ديروا اللي بغيتو. انا كيعجبني هاد اللوغو ديال الفرماج كنديرو. كناخد هاد خيزو هذا، انا راه خليته خضر، كاين اللي كيبغي يدير ليه نص القانه، صراحه ما درتهاش ليه. كناخد ايضا الخيار تا هو قطعته طويل، شويه ديال لافوكا. بالنسبه لهاد العماره تقدروا ديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا حتى شويه ديال المونغ، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي، اول حشوه درتها هنايا لي كروفيت اللي قلت لكم، شحرتهم مع الثومه بودغ وزيت الزيتون مع الملحه والبزار. صافي، وكنبدا نسد بهاد الطريقه اللي كتشوفوا، كنزير مزيان. هنا فين كاين يعني السر ديال لي سوشي، يعني هاد الطويه. كنزير مزيان، ملي كندور صافي وكيجيو ليا بهاد الطريقه، هما ناجحين مسدوده مزيان. صافي، وغنحطها جانبا. غادي نشكل معكم وحده اخرى بعماره، يعني عماره مختلفه. طبعا دائما بالنسبه للورق النوري، الجهه الحرشه كتكون لداخل والجهه اللي رطبه كتكون برا. غادي نستعين بالماء، غندهن بالماء وغادي نهز الروز ونطاليه فوق ورق النوري. صافي، كنبدا نسرحو بهاد الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. من الاحسن ديروا ليكم صراحه، غيعاونكم بزاف ملي تكونوا كتشكلوا هكا لي سوشي. صافي، نبدا هكا وحتى الجوانب كنديرهم مزيان بالروز. من بعد غادي نبدا يعني ندهن عاوتاني بالفرماج. غندير طبعا الخيزو، شويه ديال الخيار. وبالنسبه لهاد الحشوه هذه غندير الطون، طبعا شويه ديال لافوكا. المهم بالنسبه للعماره كتبقى اختياريه، نتوما ديروا الحشوه اللي بغيتو. نقاد الطون بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا عاوتاني نجمع يعني السوشي ديالي ونطويه بهذه الطريقه. ديما الطويه الاولى هي اللي عليها العمده، هي الاساس باش يخرجوا لينا لي سوشي مقادين. كنطويوها مزيان، من بعد الطويات الاخرين كيجيو مقادين، يعني ديريكتومون كيجيو مقادين الا كانت الطويه الاولى مقاده. صافي، ها هي يعني الشكل الثاني وجد. كنديروهم في واحد الطبسيل وكندخلوهم للثلاجه قبل ما نقطعوهم. هنا غادي نشارك معكم يعني النوع الثالث اللي غادي نقليوه. هنا ماشي مشكل اش من جهه غادي ديروا ليها، يعني اش من جهه غادي ديروا برا، اش من جهه غاديروا لداخل، حيت هنايا غادي ندير الروز ومن بعد غادي نقلبها. صافي، كنبدا نسرح بهذه الطريقه. هنا غنعمر مزيان الجوانب، وغنبدا نقاد يعني الاطراف بالاستعانه بالماء دائما. صافي، من بعد ما قديتها نقلب دابا هاد الورقه هذه، تخافوا والو راه ما غاديش تلصق حيت ديجا عندنا السلوفان. وغادي ندهن الورق ديال النوري من الجهه الاخرى بالفرماج. غندير خيزو، غندير شويه ديال الخيار وشويه ديال لافوكا. عفوا، هنا ما درتش الخيار، درت غير لافوكا مع خيزو ودرت الصومون. ندير صومون فيمي هنايا. غادي نبدا نلوي بهذه الطريقه اللي درت. غنعاود نلوي الجهه الاخرى ونبقى هكا تنسالي كاع الكميه اللي عندي. وانتوما يعني تقدروا تنوعوا في الحشوات كما بغيتوا. صافي، من بعد حتى هذه غنديرها في واحد الطبسيل، غادي ندخلها للثلاجه. ها هما لي سوشي ديالي او لي بودان ديال السوشي من بعد ما ساليتهم. غنديرهم في الثلاجه وغندوز باش ندير معاكم يعني الخلطه اللي غادي ندير فيها دوك لي بودان ديال السوشي. اول حاجه غناخذ واحد البيضه، غندير عليها شويه الملحه، شويه ديال البزار، غنخلطها مزيان وغنزيد عليها واحد المعلقه ديال الطحين، وغنخلط كلشي بالماء. صافي، تيوجد ليا واحد الخليط اللي غادي نقدر ندوز منه لي بودان ديال السوشي باش ندوزهم من بعد في لاشابليغ. بالنسبه للماء كنضيفوه شويه بشويه، نحصلوا على خليط متجانس، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. صافي، هنا عندي لاشابليغ ديالي حتى هي. غنبقى ندوز دوك لي بودان في ديك يعني الخلطه اللي درت،
ومن بعد غندوزهم في الشابلور بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. وكنبقى هكا تنسالي كاع الكميه اللي عندي. يعني في نفس الاثناء دابا راح كنت حطيت المقله فيها الزيت فوق البوطه باش تسخن. صافي ملي كنسالي كاع لي بودان ديالي كنبدا نقليهم. كياخذوا شويه يعني الوقت في الطياب في القلي. فقط نديرهم على عافيه شويه مجهده باش ما يطلقوش لينا الماء، ونخليوهم يتحمروا مزيان. ومن بعد غنحيدوهم ونخليهم فوق ورق الطبخ يتسقطروا، وعاد ندوزو باش نقطعوهم. هنا غادي ندوز باش نصايب معكم لي صوص. اول صوص غادي نصايبها معكم هي هذه ديال الصوجه. هنا صراحه مابقاش عندي بزاف ديال الصوجه وما لقيتهاش الصوجه حلال يعني اللي ما فيهاش الكحول، فاستعنت غير بهاد المعلقه اللي بقات عندي. غناخذ واحد الكاسرونه غندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه، غنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال السكر، واحد نص معلقه صغيره ديال النشا. هنا صراحه انا كثرت النشا، نتوما ديروا غير نص معلقه صغيره. وضيفوا الماء وخلطوا جيدا وديروها فوق البوطه تغلى شويه بما تعقد وحيدوها. هنا بالنسبه للصلصه الثانيه غادي ندير الفرomاج بلون. غادي نضيف عليهم هاد لاصوص هادي ديال السريعه. غنخلطهم مزيان. هاد لاصوص هادي راه كتكون شويه حاره، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. صافي كنخلطوهم مزيان ونخليهم جانبا. بالنسبه لهاد لاصوص راه غالبا يعني هي في الاساس كتستعمل فيها المايونيز. انا حيت ما عنديش المايونيز درت داك الجبن الابيض. صافي هي لاصوص ديال الصوجه حتى هي وجدات، غنحطوهم جانبا. ثم غادي ندوز هنايا من بعد ما قليت لي بودان كاملين ديال السوشي غنبدا نقطعهم معكم. من الاحسن نستعملوا بالنسبه لهاد لي بودان يعني واحد الموس اللي يكون منشر بحال المنشار هكا مسنن. ودائما قبل يعني من بعد اي تقطيعه كنمسحوا الموس وكنردوا البال. من الاحسن الا كان الموس كبير، انا صراحه عندي غير هاد الموس صغير، فيعني كندير بشويه بشويه تقطعتهم باش ما يخسروش ليا. صافي راه كيجيو هكا رائعين بزاف، احسن بكثير من لي سوشي اللي كتاخذوا في المطاعم. وطبعا هادو عارفين شنو دايرين فيهم. من بعد هادو هما لي سوشي الباردين او اللي ما طايبينش يعني الطبيعيين نورمالمون. كنقطعوهم بهذه الطريقه حتى هما دائما ما بين تقطيعه وتقطيعه كنمسحوا الموس. هادو قطعتهم بهذا الموس هذا يكون ماضي مزيان. ضروري هادو الموس يكون ماضي مزيان باش ما يخسروش لينا او ما يتفرتوش. وكنبقى بهذه الطريقه اللي كتشوفوا تنسالي كاع الكميه اللي عندي. طبعا نتوما في التزيين تقدروا يعني تبدعوا كما بغيتوا، وطبعا تقدروا حتى تخليهم غير هكا راه كيجيو غزالين بزاف. بناتي الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وشجعوني في التعاليق باش نبقى ندير لكم وصفات بحال هكا. يعني الا بغيتوا حتى افكار اخرين لوصفات اخرين خليهم ليا في التعاليق. بالنسبه لهاد لي سوشي ديالي هما وجدوا. هادوك لي سوشي اللي ما طيبناهمش راه درت عليهم شويه ديال الصومون وشويه ديال الخيار، والاخرين درت عليهم شويه ديال البوافون. وصافي هكا كيجي الطبق ديالنا كيجي رائع بزاف. طبعا من بعد هاد الروينه كامله ضروري ندوزو تجفيفه خفيفه. وهنا هذا هو النجم ديال هاد لا فيديو. عندي هاد البخور هذا صراحه خديته زوين بزاف، ريحته ما مجهداش. صافي غادي نبخر الدار من بعد ما جففتها ونقيت الكوزينه. طبعا عرفتوا على ريحه يعني ولا راحه ملي كتكوني ساليتي كلشي وجمعتي الكوزينه وكيبقى لي غير تبخري الدار. يا سلام. وهكا كيكون حتى الاجواء ديال رمضان واجواء ديال ان ليله 27 ان شاء الله قربات. فكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم صحه فطوركم. شكرا بزاف على حسن المتابعه، ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وبتعاليقكم. وطبعا
الا كان بالامكان ديالكم حتى تشتركوا في القناة غادي نكون فرحانة بزاف. شكرا لكم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.